يا صباح الورد والياسمين عليكم يا حلوين، يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وسعادة، امين يا رب العالمين. فيديو النهاردة فيديو جميل كده، اكلة شتوية بليلة. جبت القمح وحطيته ونقعته في المية من بالليل، بيبقى طالع شكله كده زي ما انت شايفة كده، ايه تحسي ان هما ايه، يعني مستوي مش مستوي، يعني القمحية شكلها اختلف. فحطيت عليها مية طبعا بعد ما اتنقت واتغسلت كويس قبل ما انقعها، وبدأت ان انا اغليها على النار. كترت المية شوية لان هي هتاخد وقت شوية في الايه، في ان هي تفتح القمحية تفتح. بعد كده هوت بدأت ان انا اغطي عليها وهتشوفيها دلوقتي. بصي بدأت بقى تفتح خلاص. اول ما تبدأ تفتح معاكي كده، لو حبيتي تزودي مية زودي مية سخنة. كده كده البليلة بتبقى حلوة لما بتبقى ميتها كتيرة شوية. بعد كده هجيب معلقة وربع او معلقة نشا وهحط عليها حبة مية وهحطها على الخليط. دي هتبقى بليلة يعني ايه سايبة، اللي هو مجرد ما تسخنيها هتلاقي النشا ده فك، مش هتبقى ماسكة قوي. ما تكتريش النشا، وتحطي نقطتين فانيليا وخلاص. على كده تقلبي بقى كده مع بعضه زي ما انت شايفة كده هوت. وتبدأي انك انتي اول ما تغلي تقفلي بقى عليها وتغرفي، وتحطي بقى عليها عسل نحل، تحطي سكر، تغرفي بقى وتاكلي. في ناس ساعات بتاخدها كده وتحط عليها حبة لبن بحيث تاكلها كده بالفايدة. طبعا البليلة دي ممتازة 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 جدا 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 يا جماعة. مليانة ألياف بتشبع، مليانة بوتاسيوم، مليانة كالسيوم، بتنفع العظم وبتنفع الجسم وبتنفع القلب. ليها فوايد يعني بصراحة ما شاء الله جميلة جدا. يعني في دكاترة صيدلانيين يقولك سيبك من الفيتامينات وكل بليلة. البليلة مش أكلة شتوية بس، لا هي ليها فوايد عديدة جدا جدا وجميلة قوي قوي قوي. واللي بتعمل دايت برضو عايزة تخس وتبقى جميلة برضو ممكن تاكلها، لأن كده كده احنا عارفين فوايد القمح بيعمل ايه، يعني بيملى البطن بطريقة جميلة جدا جدا جدا. اعمليها كده بالطريقة دي. والفانيليا نقطة يعني تكة الفانيليا دي بتعمل لها، بتاخدها في طعم في حتة تانية خالص يعني ما شاء الله. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، متنسوش اللايك. يلا باي باي.